خميس مفاجأة وتستمر مفاجآت كونامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس، اللايك الجميل بتاعكم. قبل أي حاجة عايزين نعلن إن اللي فاز معانا في مسابقة الحساب اللي احنا عملناه، الكومنت اللي شفتوه ده، فيا صاحبي اكتب لي كومنت على الفيديو ده وهتواصل معاك. طبعا إن النهارده نزل معانا باكج شو تايم، يعني نزل معانا ورتز باك شو تايم، ما كانش متوقع خالص، يعني ما حدش كان يتوقع خالص إن ينزل معانا الباك ده. يعني ورث طاقاته كويسه، هو ورث ده يا جدعان كارت جامد. يعني انا جربت النسخه البيزك نسخه جباره، فما بالك شو طيب. نزل معانا برضو انزو فرنانديز، كارت جامد جدا من انزو فرنانديز يا جدعان. يعني عنده طاقات دفاعيه كويسه، عنده الاستامينا عاليه، تاخد منه باصات، يعني كارت جامد انزو فرنانديز. بعد كده عندك سوبو سلاي، يعني الواد سوبو سلاي ده جامد جدا يا جدعان، بتاع ليفربول طبعا. يعني كارت طبعا هتاخد منه تسديدات، عنده الباصات عاليه جدا، الكيكنج باور، لكن مش ممكن تكون عنده الاستامينا ضعيفه شويه. ولكن اظن ان انت بعد التطوير يا صاحبي الكارت والطاقات هتتغير. عندك من ضمن اللعيبه الهايلايت فالفيردي ده معروف بالتسديدات الصاروخيه، معروف طبعا يا جدعان بالتسديدات الصاروخيه. هتاخد منه باصات، هتاخد منه ارتو جامد. بعد كده عندك برناردو سيلفا، يعني برناردو سيلفا لاعب برضه كروته قليله جدا في اللعبه، فاكيد الكارت ده هيبقى جامد جدا يا جدعان. يعني اظن ان هم ده اقوى اللعيبه، يعني ما فيش حد تاني. تعالى كده نبص على كارت توماس بارتي سي دي ام. يعني انت لو ما معكش سي دي ام، الكارت بتاع توماس بارتي ده يا جدعان جامد جدا. يعني هو كارت، بص، قوه بدنيه، يلعب معاك سي دي ام، ممكن تحط ال بي. عندك الواد بينو، يعني انا ما اعرفوش طبعا يا جدعان، اللي يعرفه يكتب له في الكومنتات، ولكن باين من خريطته انه بيلعب RW LW RM LM. ماشي يا جدعان، يعني هو كارت ممكن تستفيد بيه في اكتر من مركز. باك مفاجئ، يعني ما كناش نتوقعه، ولكن باكج جامد جدا. ولكن لمين؟ للي معاه فلوس يا كونامي. تعالى كده نخش على باك نجوم الاسبوع. طبعا كان متوقع ونزل رسم مبابي، نزل هول بلاير. بص الخريطه يا جدعان قدامك. يعني تعالى كده نشوف طاقات النسخه دي. يعني انا معايا طبعا مبابي 100، ولكن سبيد والله نسخة جامدة يا جدعان، هي نسخة نادرة بالنسبة للمركز ان هو نازل صانع لعب. عندك بعد كده فان دايك المفاجأة. يعني احنا كنا متوقعين ان ينزل محمد صلاح، الراجل مسجل هدفين، ولكن منزله فان دايك. طب يا جدعان، يعني فان دايك ايه؟ طيب ما محمد صلاح اللي جاب الاجوان. ولكن نسخة بيلد اب فان دايك جامد جدا يا جدعان برضه. عندك تروسار زي ما قلت لك يا صاحب الفيديو اللي فات، شكلك مش متابع. قلت لك لا، ساعة لما قلنا ساكا ينزل في باك دوري الابطال، قلت لك برضه يا صاحبة روسار الراجل متألق جدا، ممكن ينزل يا اما في باك دوري الابطال يا اما في نجوم الاسبوع. ونزلوه في نجوم الاسبوع يا صاحبي. بعد كده عندك كارفاخال، طبعا نزلوه بالنسبه للهدف اللي جامد جدا اللي جابه يا جدعان برجله الشمال باين. طبعا جاب جون جامد في كارفاخال يا جدعان، فنزلوا له كارت نجوم اسبوع. بعد كده عندك الواد اتشيربي، نازل بيلد اب بتاع انتر ميلان يا جدعان. عندك بابلو سارابيا نازل مع الولفز، كانوا منزلين واد اسمه ماريو لمينا، كان هو اللي منتشر في التسريبات، ولكن نزل الواد بابلو سارابيا. هو ده بقى نجوم الاسبوع. يعني اظن ان هو فيه فان دايك امبابي بس يا جدعان، يعني هم ده الاقوى ناس على ما اظن يعني. عندك بعد كده بقى دوري الابطال، كان متوقع طبعا ساكا. طبعا بص له الخريطه يا جدعان، LW LM LB. ها طبعا ما شافش حد بيلعب LB، يعني انا ما تقنعنيش ان ساكا يلعب LB. عندنا بعد كده رافائيل لياو، وده كان معروف يا جدعان، واللعبه نشرت رسم، كانت منزلاه رسمي يعني على صفحتهم في تويتر يا جدعان رافائيل لياو، فكان معروف يعني ان هو نازل رسمي. كارت جامد لرافائيل لياو LMF. طبعا نازل معانا برضه رودريجو نازل نسخه CF جول بوتشر، نازل جول بوتشر رودريجو، تبقى زي نسخه فينيسيوس وزي نسخه محمد صلاح، من النسخ النادره والجامده جدا لرودريجو. بعد كده عندك جريزمان، يعني جريزمان نازل نص ملعب 3MF. بص الخريطه يا جدعان، خريطته جامده جدا. الواد جريزمان طاقته كويسه، جريزمان كويس يا جدعان. طبعا يعني طاقاته زي ما شايفينها مع بعض، والمهارات بتاعته، وكارت كويس لجريزمان، ونادر برضه كنص ملعب. عندنا بعد كده تعال نخش على كارت مين، تعال نشوف سومر، كارت جبار لسومر يا جدعان. تعال نشوف طاقات الحراسه كده، طاقات الحراسه جامده والله. سومر يا جدعان على فكره من الحراس الجليتشات في اللعبه برضه،
عندك موبيلي تشيرو موبيلي جول بوتشر، يعني تعالى كده نشوف السرعة، والله سريع والكيكنج باور. الكارت ده يا جدعان بص من ستايلات المهاجمين اللي هو زي هاري كين كده. ماتيوس نونيز بتاع السيتي، طاقاته كويسة، مهاراته، كارت كويس ماتيوس نونيز. أظن إن هم دول كانوا لعبوا في الباك. تعال نشوف بيبي، بص لي كده على السرعة بتاعته، هات السرعة الاستامينا كويس، والله كارت جامد يا جدعان. فهي دي الباكات اللي نزلت معانا، يعني باك نجوم الاسبوع ودوري الابطال. شو طيب مفاجئ، ولكن للي معاه كوينز هيفتح عليه. تعالى كده يا صاحبي نطلع نشوف الاحداث. نزلت معانا حملة كوينز يا جدعان، كل تسجيل دخول ليك 10 كوينز، زي ما يكون بينقطونا على مدار الاسبوع. يعني ممكن يكون لك 70 كوينز يا صاحبي او 100 كوينز المعروف يعني. طبعا انا نزل عروض على الكوينز للشحن للي بيشحن، احنا نص على كدنا يا جدعان. طبعا نزل معانا شويه مهمات هتاخد منها تدريب. طبعا الفتره اللي فاتت كان مع التدريب قليل جدا، كنا بنعاني عشان ندرب اللعيبه، ولكن اهو نزلت لنا مش عارف مالنا النهارده احنا يا جدعان. نزلت لنا مهمات بتدينا تدريب. طبعا عندك برضه حارس ده بيديك تدريب بس، يعني الحارس ده تعالى كده نشوف بيدي ايه، هل بيدي حاجه تانية غير التدريب؟ لا والله بيدي تدريب بس، بيديك تدريب 10000 كمان، بطاقات 10000. يعني عندنا بعد كده الحلقة الفاتحة المجانية لنجوم الأسبوع دي معروفة. وعندك يا صاحبي بقى بعد كده دي ال50 كوينز. أظن مفيش حاجة تاني، يعني هو دي الأحداث بس يا جدعان. يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لايك واشتراك، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. انتظروا طبعا تفتح الباكات، وسلام يا أخوي.